من الذي يرغب منكم أن يكون من أهل الفردوس الأعلى؟ كلكم؟ نعطيكم الصفات التي تكونون بها من أهل الفردوس الأعلى. ايش رأيكم؟ كم تبون؟ حط 6 صفات ولا 7؟ 7 تخليكم تدخلون الفردوس الأعلى. اكتبوا يمكن تنسون، اكتبوا مهم هذا، إلا إذا كنتم ما تبون الفردوس الأعلى. أول شيء الإيمان. 2 اكتبوا الخشوع في الصلاة. ايش رأيكم في الصفة الثانية؟ أنتم من أهلها؟ خشوع في الصلاة. ايش يعني خشوع في الصلاة؟ تأديها بطمأنينة وتتفكر في معاني ما تقرأ. ايش معنى سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، وتؤديها على وفق على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. سهلة الثانية. طيب الثالثة الإعراض عن اللغو والكلام الذي لا فائدة فيه والأعمال التي لا فائدة فيها. أي كلمة ما لك فائدة فيها لا دنيا ولا آخرة اتركها عشان تكون من أهل الفردوس الأعلى. كلام في فلان أو فلان، أو الحديث فيما لا ينفع، أو الألعاب اللي يلعبها الإنسان يتركها، هذا لغو. عرفنا الخصلة الثالثة. الرابعة أداء الزكاة اللي عنده مال تجب فيه الزكاة. الصفة الخامسة حفظ الفرج، تنتبه فرجك. الصفة السادسة الأمانة، الشهادة تقوم بها. أي شيء تؤتمن عليه، عملك أمانة، دراستك أمانة، إذا وصيت بشيء هذا أمانة، إذا استحفظك إنسان شيء أمانة. الخصلة السابعة وهي الأخيرة المحافظة على أداء الصلوات، فجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. كم صفة؟ 7.